انا مش دايما نشيطة، انا بقيت اعرف امتى اكون ذكية في وقت الصبحية. هو ده مفتاحي. لما بصحى بدري بحس اني ملكة، واني اقدر انجز كل حاجة وانا مرتاحة. مش لازم اكون سوبرمان، بس عندي عادات اللي ببدأ بيها يومي، وخلتني احب النظافة واخلص من غير ما احس بتعب. هقولك على حاجات بسيطة بس هتفرق معاكي في يومك. يلا، جاهزة نبدأ الفيديو؟ نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو انت بقى أول مرة بتشوفيني فأنا أختي كبير، ويسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. طبعا لو انت أختي من إخواتي حبيبتي وصاحبتي، تسلميني على الكومنتات بصي اللايكات الحلوة، وحطي لي تاني كومنتات قمر ولايكات تاني زيك. بصوا بقى يا بنات، انا بصحى الصبح قبل الزحمة عشان ابدأ يومي بهدوء. تمام، دي اول حاجة بعملها. بعد كده بشرب حاجة كده هوت خفيفة زي الكوفي او حاجة خفيفة كده بتديني طاقة وبتفتح نفسي. تمام. بعد كده بصلي وباخد لحظة كده راحة نفسية قبل ما اعمل اي حاجة. رابع حاجة، برجع للحاجة اللي انا عاملاها او هعملها يعني في نفس اليوم. يعني مثلا انا كنت اليوم ده يا بنات هعمل الحمام، وهعمل اوضة غرفة النوم بتاعتي. تمام. بس قلت مش هتعب نفسي وهعمل حاجتين بس يا بيرو، هتعملي حاجتين بس. ومن بالليل بظبط المنبه، عشان خاطر لو انا هصحى بدري. تمام، عشان خاطر ان انا انجز بقى والاقي نفسي كده. يعني بصوا، هدوء وراحة، وفي نفس الوقت ملكة كده قاعدة. يعني خلاص خلصت كل اللي ورايا، مش لاقي حاجة بقى بتخانق مع دبان وشي. لا بجد، يعني انتي كده، انتي لما بترتاحي بتلاقي كده وقت لولادك، وقت ليكي انتي. حاولي تهتمي بنفسك، حاولي مثلا تذكري ربنا كتير، تصلي على النبي. هتلاقي حاجات كتيرة كده حلوة في حياتك. والله حياتك هتتغير لو انتي بدأتي ترتبي حياتك كده. تمام. بس في برضو حاجة تانية عايزة اقولها لك، اللي انتي بتبدأي يعني النظافة تكوني كده حباها من غير ولا تحسي بتعب. يعني تشتغلي كده بذكاء، تشوفي الحاجة مثلا اللي انتي مثلا ما عملتهاش المرة اللي فاتت تعمليها المرة دي. زي مثلا لو انتي ما مسحتيش المرايات تمسحيها المرة دي، عشان ما تحسيش بالروتين كده يكون في ملل. مثلا غيرتي الستارة ديت ما غيرتهاش، لا اغيرها. تمام. آه عملتي النجفة نضفتيها، لا ما نضفتهاش، يبقى تنضفيها المرة دي. حاولي ان انت تطلعي نفسك من الملل الروتين، عشان خاطر ما تزهقيش من حياتك. تمام. وربنا يا رب يعني نبقى راضيين على حياتنا واكلنا وشربنا وكل حاجة في بصوا في كياننا كده، نبقى الحمد لله راضيين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. بس كده يا بنات، هو ده بيبقى يعني بصوا يعني التصميم بتاعي. انا بحب ان انا يعني اصحى بدري عشان اخلص. مش هقول لكم ان انا بقى نشيطة وبصحى بدري قوي والساعة 6 والكلام ده كله، لا. بحب ان انا كده اصحى يعني على الساعة 9 8 بالكتير قوي. يعني بالكتير يعني هو بصوا لما اكون بصوا بقى مزنوق قوي وراحت عليا نومه يبقى الساعة 10. اما لما اكون بقى ناوية يبقى مع سعودي بقى الصبح اشرب معاه كوباية الشاي، ونظبط كده فطارنا كده خفيف. وبعد كده بقى يعني امشيه. بعد كده بقى ايه، ربنا يا رب يحفظه ويرجعه بالسلامة. انا بقى اشوف اللي ورايا، اشوف اللي ورايا بحب. ما اخشش كده على الشقة ان انا عنف كده، ان انا عايزة اخلصها وانجز والكلام ده كله بعنف. لا، بحب. بحب هتخلصي بحب، وفي نفس الوقت هتخلصي كده وانتي راضية على التنظيف اللي انتي بتنظفيه. هتحسي كده ان انتي بتنظفي يعني بجد حاجة فلافي كده، حاجة سهلة كده وبسيطة، مش هتفرق معاكي. يعني بصي، واول لما تخلصي هتقولي يا سلام ايه الجمال ده، انا خلصت بسرعة كده ليه. الصبح بيبقى فيه بركة يا بنات، فيه يعني عايزة اقولك بركة البكور. النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة في البكور. نحاول ان احنا نصحى بدري عشان نخلص. اما لو انت بقى ايه تعبانة ومرهقة، عندك طفل بيبي صغنن، ربنا يخليهم لكم يا رب. يعني لو في برضو مسؤوليات كده عليكم، فحاولوا بقى ايه هتنجزوا بقى ايه الصحيان شوية متأخر. بس بجد هيفوتك كتير. بجد لما الواحد بيصحى بدري بتلاقي نفسك ان انتي يعني بتنجزي في كل حاجة.
اذا كان بقى اكل في المطبخ، اذا كان مواعين، اذا كان ترتيب الظرف، اذا كان بقى حاجات بقى عايزة تخلصيها. بجد بجد الصحيان بدري يعني مملكة مملكة كده، الواحد كده مع نفسه. الجو بيبقى طراوة لو انتي في الصيف، لو انتي في الشتاء الجو بيبقى هادي، الدنيا بتبقى كلها نايمة كده وانتي اللي شغالة في نفس الوقت بتخلصي. مفيش حواليكي دوشة، في حواليكي بس بصي صوت العصافير. يا سلام. والله بجد يا بنات عايزة اقول لكم بيبقى كده راحة نفسية وطراوة الاتنين مع بعض. بس بجد كلام خدني معاكم، وكلام حلو قوي معاكم، وبجد ان انا ببقى مبسوطة ان انا كده بتكلم معاكم في الحاجة اللي انا بحبها، والحاجة اللي انا برتاح عليها وبخلصها بسرعة. يلا بقى صلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم في الروتين القمر ده، وان شاء الله كده تنجزي وتخلصي كده اللي وراكي، اذا كانت ريسبشن، اوضه النوم، حاجة في المطبخ، بإذن الله. يلا شجعوني بقى عشان انزل بقى بالتجديدات بتاعة المطبخ، حاجات كده بسيطة وان شاء الله تعجبكم. بصوا هنا كان في حاجة يا بنات عندي في الحيطة مكان الباسكت بتاع الغسيل يا بنات. بصوا فبجد كان معلم كده حاجة كده سودا كده في الحيطة، فحاولت ان انا امسحها كويس. بس عايزة اقول لكم بقى ان انا بجد لما صحيت بدري فرق معايا جدا 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 في صحتي بقى وفي مودي. وبعد كده خدت شاور حلو، بعد كده بقى اشوف بقى هعمل ايه. بصوا بلف كده في الشقة مش لاقي حاجة اعملها، او مثلا يعني بهتم بنفسي بقى، برجع كده ايه لجسمي لبشرتي لشعري، بشوف كده اي حاجة اهتم بيها بقى، حاجة تانية. خلاص بقى ما انا كده اكون خلصت اللي ورايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا عايزه اشكر حبايبي واخواتي اللي دايما بيدعموني وبيكتبوا لي تعليقات زي العسل. طبعا إن البنات المكسوفه وعندها شويه خجول، يعني بصوا مش عارفه الخجل دوت جايبينه من فين. يعني احنا بنات كلنا وستات مع بعض في القناه. لا اكتبي كده وعلقي لي كده قولي لي ايه رايك في الروتين بتاعي، خفيف كده وسهل، وان شاء الله كده يعجبكم. بصوا بقى انا جيت هنا للخلطه الجباره اللي انا عاملاها، عباره عن خل وزيت بتاع الخشب. عذرا. بس يا بنات حاولت ان انا بقى ايه اشوف التركيبه دي حلوه ولا لا، طلعت زي العسل بجد. بس بصراحه يا بنات حسيت ان الزيت احلى لوحده، مش عارفه يعني. بفكر ان أنا المره الجايه اخليه زيت لوحده، مش اخليه بخاخ. اشيل كده البخاخ وارميها اقول لها شكرا مع السلامه مش عاوزينك. وارجع بقى للزيت اللي هو الخام كده لوحده، ان انا احطه في قطعه القماشه وامسح. حسيت ان هو بيدي لمعه اكتر. بس كده اهم حاجه بقى تاخدي كمان اول حاجه تنقعي بقى المفارش بس الاول، وبعد كده تاخدي كمان الباب. طبعا القماشه دي كان فيها كرول و وايه بقى مسحوق كده جل، وامسحي بقى واشطفي بقى. بصي هتلاقي تراب كده على الحروف، ولازم تلمعي الباب من جوه ومن بره، عشان خاطر من جوه برضو يا بنات بيبقى فيه مثلا ايه اللي هو الهدوم بقى بتاعت جوزك والكلام ده كله. تمام. بس كده بصوا القماشه عامله ازاي طينه. بس جيت بقى كمان هنا اشفط الارض واظبطها. عايزه اقولك ان في ناس كتير اصحابي بقى من العيله عندي بيقولوا لي يا بيرو شيل السجاد اللي في الاوضه اكيد محرر الدنيا. بس انا بصراحه يعني مش عارفه اشيل اوديه فين. مش عارفه ان انا هوديه في حته اصلا. عندي اصلا السجاد بتاع الريسبشن كله في الاوضه، هتلاقوه على الجنب كده بس هو مش باين، جنب الدولاب كده من الجنب. فانا مش عارفه بقى ان انا احطه فين، فهخليه مكانه زي ما هو. بس بصوا كده خلصت الحمد لله، وبدات ان انا اشفط بقى الارض واظبطها. بصوا الفيديو بسيط وخلصوه كده لحد الاخر عشان تستفادوا، مش طويل خالص وهيعجبكم ان شاء الله. انا خليته لكم خفيف كده وسهل
عشان تخلصوه كده لحد الاخر، وهيعجبكم باذن الله. بس فقولوا لي ايه رايكم بقى، ان انا اشيل السجاد ولا اسيبه؟ يعني برضو رايكم يهمني برضو. بس انا كده كده اصلا انا وسعودي ما بنقعدش فيها اصلا، حر. احنا مجرد بس ايه يعني، هو في اللبس، في الفلوس، الكلام ده كله في الاوضه. اما الحاجات بقى اللي انا مثلا اقعد فيها والكلام ده كله، واشرب فيها كوفي ومنتج فيها واعمل فيها الكلام ده كله، لا. انا بعمل بس فيها النايت فويس دلوقتي، وحرانه جدا. عايزه اقولك ان انا بصي مش طايقه. بس خلاص الفيديو قرب يخلص. هلمع كمان المرايات. جبت ورق كده من عند محلات المستحضرات يا بنات، اللي هو بتوع الكياس وكده. بجيب منهم ورق كده عامل زي بتاع الطعمية كده. بجد بيعجبني قوي. ولو عندك جرانين يا سلام. غير بقى القماش بجد بيلمع المرايات يخليها فله. جيت بقى للحظة اللي بحبها، ان انا اعطر الارض واعطر السرير كويس. طبعا الستارة بقى احطها في الغسالة وهغسلها كده غسلة محترمة، واخليها تنشف، وبعد كده اعلقها بقى مع نفسي. بس كده يا بنات، الفيديو خلص. عايزه اقول لكم هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو اللي جاي. ما تنسوش بقى كومنتات القمر واللايكات من ايديكم الحلوه. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه. باي.